ازاي الدكتور بيتعامل بطريقه احترافيه مع فشل العمليه او مع حاله حصل فيها ارتجاع؟ الفشل بتاع العمليه ده لازم نشوف سبب الفشل ايه، لان ممكن يكون طبعا سبب تكنيكال لو العمليه معموله غلط من الاول، او الاختيار مش المناسب للعيان هو اللي حصل له اختيار ليه. فلازم نشوف القصه دي. بنعملها ازاي؟ بنعمل اشعه ثلاثيه الابعاد، نعرف لو كان عامل تكميم هل المعده كبرت تاني، هل هو عامل تحويل مسار، مقاسات الامعاء والمعده معموله صح ولا لا. دي نمره 2. نمره 2 لازم نشوف سلوك العيان زي ما الراجل ده بيعمل بره في بلجيكا، بيعرض العيان على نيوتريشنست وعلى سايكولوجيست، نشوف مشكله زياده الوزن ايه، هل هي كميات كبيره، اذا دي مشكله في العمليه. عمليه زي التكميم مثلا اتعملت، واحنا معلش احنا ماشيين في الملف برضو الريلابسنج او الارتداد، طبعا بنيجي لنفس العمليه تاني. احيانا لو فعلا لقينا الفوليومتري او حجم المعده بعد التكميم زاد قوي والعيان مش عايز يعمل حاجه فيها تحويل مسار، ممكن نديله اوبشن الريسليف، نعمل له اعاده تكميم. واحنا عاملين عيانين كده كان او عملوا تكميم خسوا 10 20 كيلو، عمليه معموله غلط، واكتشفنا ان الحجم المعده كبير طبعا بالاشعه، لما عملنا لهم ريسليف خسوا بال 50 وب 60 كيلو. في تخوف عند بعض الاباء والامهات ان البنت تروح تعمل عمليه لا تتاثر الصحه الانجابيه بتاعتها، فبنقول يا جماعه لا طبعا، قطعا نزول الوزن بيحسن الصحه الانجابيه، والكلام ده كلام علمي. لما في مرض تكيس المبايض من ضمن اسبابه زياده الاستروجين، والاستروجين ده بيخرج من الفات سيلز من الخلايا الدهنيه، وده كله بيبهدل الدنيا. السمنه هي جبل التليج في الطب، اللي يبدو والمعروف عنه هي قمته، وجبل التلج يعني كما هو معلوم ليكم انه معظمه في عمق البحر غير مرئي، والسمنه كده جزء كبير منها جدا لسه غامض.